السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من ملعب اون تايم. كلمة السر داخل النادي الأهلي مع كولر هو كارلوس برينجر. مين هو كارلوس برينجر؟ كارلوس برينجر هو مطور أداء. لفظ جديد جدا، لفظ جديد جدا بنسمعه، ولكن موجود في العالم من زمان، وهو بيشتغل مع كل حالة بحالتها، مع المهاجم، مع المدافع، يشتغل بدني، بيشتغل مع كل حاجة ويطورها بشكل معين. الراجل ده طلع بمفاجأة امبارح كبيرة جدا لكولر، قال له في 4 لعيبة في قطاع الناشئين ممكن يكونوا موجودين الفترة الجاية معاك في الفريق الأول: يوسف عفيفي، احمد كباكا، محمد عبد الله بوستنجي. دول ال4 لعيبه اللي هو قال عليهم لكولر. عم كولر قال له ايه؟ قال له ماشي، هبص على ال4 دول، اهم حاجه دلوقتي تسيب كل اللي في ايدك وتطمني على مين؟ على مودست. قال له مودست ده اديني ليه شهر والعب بيه 90 دقيقه زي ما انت عايز، عشان تضمن ان انت تاخد منه امر بدني قوي، وعشان ما يكونش فيه اصابه. مودست هيلعب مباراة امبي القادمة مع النادي الأهلي، ولكن مش هيديله 90 دقيقة مرة واحدة. ده رمانة الميزان بتاعت كولر، ده الراجل اللي كولر بيسمعه في الحتة دي بشكل كويس. الراجل ده بيسافر مع اللعيبة؟ لا، الراجل ده ما بيسافرش مع اللعيبة، اما الفريق بيسافر الراجل ده بيفضل موجود هنا، بيشتغل مع اللعيبة اللي موجودين هنا، كل واحد على انفراد، كل واحد على قد حالته، يعني كل واحد بحالته، ده ناقصه ايه، ده ناقصه ايه، ده ناقصه ايه. مطور الاداء ده مكان في النادي الاهلي او كرسي في النادي الاهلي هياخد الفريق لحته بعيده. بره في اوروبا بيشتغلوا كده وكل حاجه متقسمه: مطور اداء للمهاجمين، مطور اداء للمدافعين، مطور اداء للناس بتوع نص الملعب، وعامه عاده بيكون لعيب لعب في الحاله دي ويبتدي يطور من الناس في الشكل ده. مشهد الحقيقه متحضر جدا جدا، ولكن محدش هيسمع، محدش هياخد باله، محدش هياخد باله. واحد يقول لي طب اللعيبه دي تقدر تلعب في الفريق الاول؟ اقول له خش على المفاجاه. يوسف عفيفي ده 2005، كباكا 2005، عبد الله 2005، مستنجي 2005. ده اللي قدامنا يوسف عفيفي، وكان عامل معايشه في لاهوفر الفرنسي، ورجع من هناك ابتدى يصعده وابتدى يخليه يتمرن مع الفريق الاول. الحقيقه ناشئين الاهلي او الاهلي في قطاع الناشئين عامل طفره كبيره، سواء في الناس اللي بتطلع ترايل بره او الناس اللي موجوده وهتطلع فريق الاول. وفي لعيبه كتيره في الاهلي الفتره اللي فاتت كانت موجوده في معايشه، وقلنا منهم احمد عبدين ومنهم عمر سيد معوض. عمر اصابه دلوقتي، رباط صليبي، ان شاء الله باذن الله عمر هيغادر يوم الخميس، هيعمل العمليه وهيتاهل وهيرجع يكسر الدنيا اكتر من الاول. عمر سيد معوض جاله عرض، والنادي الاوروبي اللي جاب له العرض بعد الاصابه تمسك بالعرض. فرده تقيله، ربنا يحميه يا رب ان شاء الله باذن الله، ويرجعه ويكسر الدنيا ويكون عنده العزيمه. وعمر لعيب كبير. اذا كارلوس ده هو كلمه السر دلوقتي مع كولر. كارلوس ده كلمه السر مع كولر. بعض الناس بتتكلم على الجهاز الفني ترتيبته عامله ازاي، الجهاز الفني ترتيبته عامله ازاي. بقول لحضرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، وألف مبروك للنادي الأهلي تفوقه الدائم والمستمر. ولكن أهم نقطة تعيب النادي الأهلي ومن سنين هي قطاع الناشئين، اللي فيه سر كبير عن قطاع الناشئين، لأن قطاع الناشئين في النادي الأهلي أكبر فريق في مصر وفي أفريقيا، لازم يكون في صورة أقوى وأشد من كده بكتير. لازم كل سنة يطلع لنا على الأقل 2 3 يصعدوا للفريق الأول، مش يطلعوا إعارات، يعني إمكانياتهم تؤهلهم يلعبوا مباشرة في الفريق الأول. ودي كلمة سر ولوز كبير في النادي الأهلي، مشكلة كبيرة، عيب قوي على فريق الأهلي إنها تكون موجودة المشكلة دي في كل الفرق الأوروبية الكبيرة. عندها كشافين وعندها قطاع ناشئين قوي، وكل سنة بتطلع لاعب واثنين وثلاثة في الفريق الأول بتاعها، بالإضافة اللي بيطلعوا إعارات. فدي مشكلة كبيرة نتمنى نشوف لها حل في إدارة النادي الأهلي.
انا دايما بأشيد بنادي الاهلي في كل قراراته وكل اختياراته تدعيما للنادي الاهلي. لكن النقطه دي تحديدا نفسي اشوف النادي الاهلي فيها افضل من كده بكتير، لان الاهلي يستحق اكتر من كده وافضل من كده فيما يخص قطاع الناشئين تحديدا. وبدات اخر موسمين يبدا لعيبه تظهر، ولكن مش كفايه. الاهلي فريق كبير جدا وليه اكتر من فرع وليه قدرات ماليه واداريه كبيره، لازم أن يطور نفسه في النقطه دي ويعيد اكتشاف نفسه واكتشاف قطاع الناشئين، بحيث ان يخليه قطاع سند وعون للنادي الاهلي. ده بيشوف الفرق ازاي المصريه بتعنت مع النادي الاهلي لما يحب الاهلي يشتري اي لعيب منه. فالاولى القطاع اللي احنا بنصرف عليه نهتم بيه اكتر، بحيث ان احنا نستقدم ليه لعيبه شباب صغيرين عن طريق كشافين من كل الدول الافريقيه، بالاضافه لمصر. مصر 110 مليون مواطن، واللي بيمارسوا كره القدم فيها كتير، فلازم نهتم بقطاع الناشئين. كنت اهلاوي اصيل معشق الرياضه المصريه، ولنا رايك في التعليقات. هل اداء قطاع الناشئين في النادي الاهلي مرضي ام لا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.